قال لك هل هذا السوق الحر في أسعار الماشية حقيقي أم مجرد كذب؟ لو كان مجرد كذب كان الأسعار ما طاحتش يا خويا العزيز، لأنه سوق حقيقي فعلًا الأسعار طاحت. فهمتني خويا؟ هذه اللي ما حبوش ما بغاوش هايلة، ما بغاوش يفهموها. سوق الأغنام هو سوق حر مبني على العرض والطلب فقط. يزيد العرض وينقص الطلب تغلى الأسعار، يزيد العرض وينقص الطلب تطيح الأسعار، يتساوى العرض والطلب تبقى ثابتة الأسعار. ببساطة هذا هو. ما تكون رباي، اسمحوا لي على الكلمة، ما تكون رباي وراك في السوق، مانيش نحكي برا في الزرايب، في السوق عندك نعشتك وربطتها وشحال عطاوك، عطاوني شحال عطاوني 20 مليون. لا لا ما يقولكش 20 مليون، يقول لك 20 مليون و20 ألف باه تثبت الكذبة. يقول لك عطاوني 20 مليون و20 ألف، 20 مليون و100 ألف عروس، 100 ألف عروس كمثال يبقى يقني بها البعض قدوة، وشكون اللي يشري عليه؟ لأنه النعش قدامك واحد يبيع فيها ب16 مليون ب15 مليون، شكون اللي يشري عليه؟ فهمت المقصود تاعي؟ لهذا اخوتي الاعزاء نحوا من رؤوسكم باللي كاين من يتحكم في اسعار الماشيه. المسعر هو الله، والقاعده المتحكمه في سوق الماشيه هي العرض والطلب وفقط. كانش حاجه اخرى، ما كانش، كان العرض والطلب. عطاوني 20 مليون و100 الف عروس، 100 الف عروس، 100 الف عروس. والله لا جايبها من زريبتي. يغلطك الحال، والله كان ما الحيتاج ما نبيعها.